الخير. النهارده هنعمل مع بعض الفول المدمس. طبعا كلنا عارفين قد ايه ان الفول المدمس والطعميه دي حاجه اساسيه على كل ترابيزه فطار مصريه. انا شاركت معاكم قبل كده طريقه عمل الطعميه، هسيبها في الديسكريبشن بوكس، ممكن تروحوا وتشوفوها. بس النهارده هنعمل الفول بطريقه مختلفه شويه. انا هنا في امريكا ما عنديش لا الدماسه ولا القدره اللي ممكن استعملهم عشان اعمل الفول عليها، فهستخدم حاجه مختلفه وهي السلو كوكر او الحله اللي بالكهرباء اللي بنطبخ فيها الاكل على نار هاديه قوي. الحقيقه انا ما كانش عندي الحله دي لغايه ما صديقه ليا ادتهاني هديه، اشكرها على الهديه دي، ومن ساعتها بقيت اعمل فيها الفول. الطريقه دي بنفس جوده ان ما كانتش احسن من الطريقه التقليديه اللي بنعمل بيها الفول. لو عجبكم الفيديو ده يا ريت تسيبوا لي تعليقاتكم واقتراحاتكم واي اسئله عندكم، وتعملوا سبسكرايب للشانل عشان ما يفوتكوش اي فيديوهات بعد كده. خلينا نشوف مع بعض الطريقه الحديثه لعمل الفول المدمس لو ما كانش عندكم لا دماسه ولا قدر. الفول اللي هستعمله النهاردة هو فول الحبة الوسط. ده معناه ان حجم الحبة بيبقى متوسط، ما بيبقاش كبير قوي. قبل ما استعمل الفول لازم انقعه لمدة 12 ساعة. ده شكل الحبة قبل ما يتنقع، وده شكلها بعد ما اتنقع. طبعا في فرق واضح في اللون وفي الحجم. محتاجة اني اقشر الطماطماية. هغطيها بمية مغلية لمدة 30 ثانية، بعد كده هتبقى سهلة قوي في التقشير. زي ما قلت لكم اني هستعمل السلو كوكر. هحط الفول في قعر الحلة، وهحط عليه كوباية عدس اصفر و5 أو 6 فصوص توم، معاهم الطماطمايه اللي قشرناها و3 معالق صلصة. هحط لكل كوباية فول كوبايتين مية مغلية، وهقلبهم، وبعد كده هغطيها كويس. لو السلو كوكر بتاعتكم الغطا بتاعها مش محكم، ممكن نستخدم فول من الناحية اللي مش بتلمع ونخليه هو اللي يلمس الفول. بعد كده هنظبط السلو كوكر على عالي لمدة 3 ساعات، وبعدين على الواطي لمدة ساعة كمان. الفول لازم يبقى لونه فاتح وفيه مية. دلوقتي هنحيق الفول بأبسط طريقة ممكن ناكله بيها. أنا شخصيا بحب الفول مهروس، بس عشان عارفة ان مش كل الناس بتحبه مهروس، بستعمل القطعة الصغيرة دي عشان اهرس حبة صغيرة على قدي. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس، بس طبعا ممكن تستخدموا الشوكة لو حابين، او لو عايزين تهرسوا كمية اكبر ممكن تستعملوا الخلاط، وده بيساعد في الهضم عادة. دلوقتي هحط عليها شوية بهارات بسيطة، ملح، كمون وشطة، شوية ليمون وشوية زيت زيتون. هحط عليهم شوية طماطم على الوش واكلهم مع العيش. لو جربتوها هتعجبكم اكتر بكتير من المعلب. بون ابيتي، او زي ما احنا بنقول في مصر، صحة وعافية.